شلونك شخبارك؟ طبعا أنا اليوم راح أحكي لك قصة لأن سمعت القصص اللي ناشرها باليوتيوب كلش تأثرت بيه، وجاي أعيش قصة كلش صعبة وما أعرف شنو اللي أسوي. أول شي بنياني من محافظة السماوة، عمر 22 سنة. أني متزوجة وعندي جهال 2، جهال كبار بالمدرسة، لأن تزوجت وأنا صغيرة حيل، يعني بالسادس ابتدائي وتزوجت. انحرمت من مدرستي، انحرمت من طموحاتي، انحرمت من طفولتي كوني بنية وإلي سن مراهقة وغير الحكي. المهم هالأمور كلها انحرمت من عندها. كان اكو خلاف بين أمي وأبويا كلش قوي، وأبويا أخذني من أمي وعشت برعاية مرت الأب، ويعني وزوجوني وكنت مضطرة إنه أوافق. الشخص اللي وافقت بيه كان أكبر من عندي كلش هواي، ما شفت اليوم اللي دخل علي للغرفة. يعني تفاجأت بانصدم صراحة، كنت خايفة ما أعرف شنو اللي أسوي، يعني صرت بحيرة كلش قوية. فالمهم قبلت وعشت حياتي وسكتت، لين بعد ما أقدر وش أسوي وين أروح وإلمن التجي ما أقدر شو أسوي. يعني المهم انحرمت من كل شي. بقيت عايشة ويا زوجي صار لي تقريبا 10 سنوات. يعني إنسان طيب وحباب ويحترمني ويحبني وموفر لي كل سبل الراحة، ويعني عوضني أقول لك عن كل شيء، يعني عن كل شيء. بس أكو شيء واحد بحياتي يعني ما حسيت وياه بحب أو حنان، أو يعني شلون أفهمك يعني ما حسيت إنه أني مثلا يعني طريقة الحب والغرام اللي بيننا، يعني ما أحس بهذا الشيء. يعني من حتى من يريد يتقرب مني أو يريد يعني يلمسني، أنا كنت أغمض عيوني حتى ما أشوفه هو هذا الشخص اللي يلمسني. يعني هيك متوصلة المرحلة، رغم ما هو إنسان يعني والله صار 10 سنوات يعني كلمة واحدة ما سمعني غلط. أنا ما أنكر أحبه واحترمه وأعزه، هذا الشي ما أنكره. هو أبو جهالي وأبو بيتي، وأنا بيتي وحدي وموفر لي، وما يوم من الأيام رفض لي طلب أبد 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 بحياته، وأي شي أريده يجيب لي إياه لو مهما كان الثمن. يوم من الأيام شجعني، شافني إن أشوف الطالبات تنقهر، أنا صغيرة بعدني يعني ضايجة وحيدة. المهم شافني انقهر، قال ليش ما ترجعين تقدمين خارج وأنا ساعدك وأدعمك وهاي، وأنت شوف لفة الدراسة بعيونك وما أعرف شنو. قلت له أوكي. هم شجعت، قدمت على السادس ابتدائي خارجي ونجحت، قدمت على الثالث متوسط خارجي ونجحت، وحاليا قدمت على السادس إعدادي، أريد أكمل السادس إعدادي. قال لي تكملينه وتكملين كلية والشي اللي تحلمين بيه أحقق لك إياه. بأثناء يعني من قمت أروح للدورات وأروح وأرجع وهاي، أكو ولد من منطقتنا يعني شاب، يعني كلش حلو ومرتب وثقيل، يعني شخصيته كلش قوية، وما كان يعني نشاف هو. يعني أول يوم اللي شفته بيه تفاجأت حيل، ما كنت أعرف هذا منين وجاي على منطقتنا، وأنا يوم أروح للدورات كنت أدرس خصوصي وهاي. فانعجبت بيه حيل، يعني شلون ظليت أفكر بيه بشكل مو طبيعي، يعني بحيث يعني أخذ كل تفكيري، ظليت أمشي أفكر بيه، أقعد أنام، يعني عقلي كلش طار ويا هالشخص هذا. بعدين ظليت أفكر وقمت أشوف أكثر من مرة، كان بيناتنا تبادل نظرات، يعني بحيث حسيت أكو شعور عنده غريب. يعني حسيت إنه أريد بس أحكي وياه، أريد بس أواوع له، أريد بس أشوفه. قمت يوم اللي ما أشوفه ما أحس بيوم. يعني شلون حسيت أكو أمل عندي جديد بحياتي. أنا كنت هاي كل الشغلات ما حاستها ولا أعرفها شنو هي. بعدين الشخص ظليت أدور عليه، أريد بس أوصله، ما أعرف اسمه، ما أعرف منو أسأل. يعني كنت أنا خايفة من كل شيء، يعني منو أسأله بالضبط. المهم جيت كان عندي صفحة بالنت بالفيسبوك، أدور المهم شفت صورته موجودة، عرفته بالفيسبوك ودخلت عليه، حكينا وماشيني وهاي. خذنا لنا كم يوم نحكي، بعدين قلت له أنا هاي البنية من منطقتكم وهاي، يعني هو قال لاني. المهم اتفاجئ من قلت له أنا هاي البنية من منطقتكم وهاي. فيعني كان هو همين كان رايد، قال له أنا معجب بيك. قلت له أنا أتمنى أكون صديقة. له قال أنا ما أريد صديقة تكونيني، أنا معجب بيك ومعجب بشخصيتك وما أدري شنو. المهم قلت له أنا ما كذب عليك، أنا معجب بيك حلو. وصارت بيناتنا حكي ومودة وتطورت إلى أشهر.
إلى أن يعني قمنا نلتقي وأشوفه ويشوفني، وقمت إذا ما أحكي وياه أموت، إذا ما أسمع صوته أموت، إذا ما أحكي وياه 24 ساعة أحسه جزء مني، قمت أتنفسه. أنا ما يعني، والولد يحبني يعني حيل يحبني، متعلق بي يعني، بحيث مرة قلت له خلينا واحد يعوف الثاني راح انتحر بسبب يعني تحاول ينتحر. يعني أنا مقهورة لأن مقهورة لأن أول شي خلنا نتزوجي، لأن إنسان محترم ويحبني ويقدرني ومحترمني، ما أريد أجازي بهيجي شي. نفس الحالة أنا عندي جهال، وبنفس الشي هالشخص أموت إذا أعوفه، أموت نفسي. يعني أنا محتارة شنو اللي أسوي. زين أنا أحب ما أقدر أعوفه، أنا عرفت شنو هو الحب، عرفت شلون الحياة، شلون أحب الدنيا، كنت يأسانة يعني عرفت شنو هو الحب ويا هذا الشخص. أنا كنت محرومة من كل شي، يعني من جهة العاطفة والحب وهالشغلات، والله ما أقول محرومة من حياته وعيشه وفتشي، بالعكس حياتي مرفهة كل شغل. هسه الإنسان إذا ما أحكي ويا هذا يوم ما يكتمل. أريد أعرف شنو اللي أسوي. أنا أعرف خطأت، مو ما خطأت، بس ما أعرف شي نزوة لا مو نزوة. أنا أحب حب حقيقي. أنا متسودنة إذا أقول له يعني هو بالمناسبة الولد ما متزوج. أغلب الأحيان أقول له شلون، يقول شلون إذا تزوجت إيش راح يكون، يعني شو تسوين؟ قلت له لو أشرد يعني عوف الدنيا هاي كلها وأشرد يعني أصبح ما هي، لو أقتل نفسي، لو ما أعرف يعني ما يعني مستحيل، وأغار عليه بشكل مو طبيعي، بحيث إذا بنية تقترب من عند الدنيا أقلبها. صار له هاي السنة دخل كلية، أنا ميت الليل ما أنام، لأن صار احتكاك بينه وبين البنات يعني ويداومون وياه. أنا راح أموت جاي أعاني حيل، تغيرت، قطعت الأكل، تغيرت مو من شي، تغيرت من حبه، كان جاي حبه يوم عن يوم يكبر بقلبي. وما أنكر أنه نفس الشعور يبادلني ويمكن أزود من عندي. وأريد نصيحة يعني شنو اللي أسوي. بس لا أحد يقول لي أنت خاينة زوجك وأنت ما بيك حظ، يعني بدون تجاوز، لأن الشي هذا ما جاب إرادتي، لا ما أعرف، ما أدري شلون صار. وبنفس الوقت أنا مرتاحة ويا حيل مرتاحة، أموت إذا أعوفه، لأن صدق عرفت الدنيا شنو هي وياه. شو أسوي؟ بس نصحوني. هنا وصلنا لنهاية القصة، وبصراحة يوم عن يوم توصلني رسائل أكثر وأكثر، وناس دا يرسلوا لي قصصهم، وهذا كله بفضلكم وبفضل الثقافة اللي تمتلكوها بأسلوبكم وبتعليقاتكم وبتقديم النصائح بصورة جدية لأصحاب القصص، لأنه تحبون تساعدون الناس، وهذا اللي يشجع الناس أنه ترسل قصصها حتى تنشرها. كتبوا لها نصائحكم بالتعليقات وشنو ممكن تسوي، والبنية معترفة بغلطها وكل إنسان يغلط. أتمنى تكونون دائما بخير، ولا تنسون تشتركون بالقناة حتى يوصلكم إشعار بالقصص أول ما تنزل.